تعرف ان في سمكة وزنها بيوصل لاكتر من 2 طن، ورغم كده بتسيب الحيوانات المفترسة تاكلها من غير ما تتحرك؟ السمكة دي اسمها سمكة الشمس العملاقة، واحدة من اغرب الكائنات اللي شافها العلماء في المحيط. لما بتتعرض لهجوم من اسماك القرش او اسود البحر ما بتفكرش تهرب ولا حتى تحاول تقاوم، لكن بالعكس بتفضل ثابتة مكانها كأنها مستسلمة للموت. وسر تصرفها الغريب ده ان جلدها سميك جدا، ممكن يوصل في بعض المناطق ل 15 سنتيمتر، يعني المفترس ممكن يعضها لكن مش هيقدر يخترق جلدها بسهولة. وكمان جسمها مليان طفيليات خارجية بتعيش على جلدها، عشان كده المفترس لما بيعضها او يخربشها في الحقيقة بيكون بيساعدها انها تتخلص من الطفيليات دي. وده سبب ان سمكة الشمس بتتظاهر بالاستسلام، لانها مستفيدة من الهجوم اللي بينظف جسمها مجانا، لدرجة انها في بعض الاوقات بتطلع لسطح البحر تتمدد على جنبها كأنها ميتة، فطيور البحر تنقر جلدها وتاكل الطفيليات، ودي بتعتبر طريقتها الطبيعية في العناية بنفسها. سمكة الشمس مش غبية ولا ضعيفة، لكن بتستخدم الهدوء كذكاء، بتسيب الكل يفتكر انها فريسة، لكن الحقيقة انها اكتر مخلوق مرتاح في البحر. ودلوقتي تعالوا نصلي على نبينا محمد عليه افضل الصلاة والسلام.